اليوم إن شاء الله المحاضرة مراجعة الفصل. السلام عليكم طلابنا. محاضرة جديدة. محاضرة اليوم من المحاضرات المهمة جدا. أنا وياكم اتفقنا بشغلة، إنه المتسعة موجودة بالأجهزة الكهربائية، تمام؟ المتسعة موجودة بالأجهزة الكهربائية. زين، هنا نريد نسأل سؤال، المتسعة وين موجودة؟ بالأجهزة الكهربائية. هل المتسعة الموجودة بالسبلت نفسها بالتليفون؟ نفسها بالتلفزيون؟ لا، تختلف من جهاز إلى جهاز. زين، هنا نريد نقول لكم شنو اللي يحدد اختلاف المتسعات؟ سعة المتسع. شنو يحدد الاختلاف؟ شنو هي سعة المتسع؟ هي النسبة بين الشحنة المختزنة إلى فرق الجهد بين الصفحتين، وتقاس بوحدة الفرق. تعالوا خلنا نقسمها. باو سي اسمها سعة متسع، هي النسبة، خط الكسر معناه نسبة بين الشحنة المختزنة كيو إلى فرق الجهد دلتا في. خلوا بالكم وياي وخلوني بس أنا وحدي. مو عليه. هذا التعريف انطى قانون، والقانون ينطي تعريف. سعة المتسع هي النسبة، هذا خط الكسر، هي النسبة بين الشحنة المختزنة إلى فرق الجهد بين الصفيحتين. أريد أفرق بالمتسعات، شلون أفرق بيناتهم؟ من خلال سعة المتسع. وسعة المتسع هي النسبة بين الشحنة المختزنة إلى فرق الجهد هي النسبة بين الشحنة المختزنة إلى فرق الجهد وتقاس بوحدة. طبعا اليوم محاضرتي كاملة بس على هذا التعريف، راح أفصخها تفصيل. زين، أول شغلة خلينا نجي، هي النسبة بين الشحنة المختزنة إلى فرق الجهد بين الصفحتين. نسبة بين شحنة مختزنة إلى فرق الجهد بين الصفحتين وتقاس بوحدة. اكو مثلث مال الزعاطيط قبل كانوا يسوون لنا اياه، هذا المثلث. صح أنا ما أحب هيك سوالف بس أسوي لكم إياها. القانون مالتنا مو يقول سي كيو على دلتا في؟ تمام. أنا من أريد السعة سي أقسم كيو على دلتا في، ومن أريد دلتا في أقسم كيو على سي، ومن أريد كيو راح أضرب سي في دلتا. يعني باختصار هذا القانون أقدر أفصل إلى قانونين. شلون؟ يعني من هذا القانون أقدر أطلع قانون للشحنة كيو. ما ايش قلت لك؟ إذا أردت كيو شو تقولين؟ سي في دلتا، سي في دلتا في. هذا قانون للشحنة. ومن هذا القانون أقدر أطلع قانون لفرق الجهد اللي هو كيو على. هذا القانون الرئيسي فصلته إلى تفصيلتين بعد. هذا القانون هو الحساب السعة.
هذا الحساب السعر، بينما هذا الحساب شنو؟ الشحنة، بينما هذا الحساب شنو؟ فرق الجهد، بينما هذا الحساب فرق تعال تعال بابا. عندي وايد زي كهربائية، وأقدر أفرق بين متسعة ومتسعة من خلال منو؟ سعة هي النسبة بين الشحنة المتسعة إلى فرق الجهد بين الصفيحتين وتقاس بوحدة. تمام. عندي قانون للسعة رئيسي يا ابو الخبز حل المشاكل. خليني كل الفصل الاول احله. شنو القانون؟ سي يساوي يو، وهذا القانون اقدر اطلع من عنده قيمه كيو سي في دلتا، واقدر اطلع دلتا في كيو على زين. تمام. تعالي صار عندي 3 مصطلحات. سي اسمها ساعات، وحده قياسه فرع. صار عندي كيو اسمها الشحنه، وحده قياسه كولوم. صار عندي دلتا في اسمه فرق وحده قياسه. نرجع نعيد. عندي مجموعه اجهزه كهربائيه، وهاي الاجهزه الكهربائيه تختلف من جهاز الى جهاز من خلال سعة المتسع. إذا ما المقصود بسعة المتسع اللي باوعني والقاعد هنا؟ شنو هي سعة المتسع؟ هي نسبة الشحن زين. إذا كنت تفصيلة 3. أول تفصيلة قانون الساعة شو يقول؟ سي. زين. ثانيا التفصيلة ما الشحنة شو تقول؟ كيو. تفصيلة فرق الجهد كم مصطلح قدامنا؟ أولا سي شنو معناها؟ وتقاس بوحدة الفا. 2 الشحنة شنو؟ كيو، وتقاس بوحدة الكولوم. دلتا في فرق الجهد ويقاس كلش تمام. صارت عندي مصطلحات. تعالوا خلينا نوصل الفيزياء على صفحة. ارجع لرياضيات الثالث متوسط. رياضيات الثالث متوسط كان اكو شغلة اسمها التناسب الطردي والعكسي. هاي كانت موجودة بالثالث متوسط. تناسب طردي وعكسي. التناسب الطردي والتناسب العكسي شنو؟ أول شغلة أنا أعرف شلون أعرف نوع التناسب. إذا كانت العلاقة خطية فإن التناسب طردي. يعني مثلا أريد أطلع التناسب بين A و B. مثلا عندنا علاقة شو نقول؟ A يساوي B و C. هاي العلاقة اسمها خطية، يعني خط واحد لا بيها كسر ولا بيها مقام. السلام عليكم. أريدكم تطلعوا لي التناسب بين A و C. شنو نوع التناسب بين A و C؟ طردي. ليش؟ يعني قال العلاقة شنو؟ خطية. ثانيا إذا كانت العلاقة بسط مع بسط فإن التناسب أيضا طردي. أسرع فهم الشيء. مثلا عندي قانون يقول A يساوي B و C. أريدكم تطلعوا لي التناسب بين A و B. بس بعلي طردي. ليش؟ لأن بسط وبسط، لأن التناسب شنو؟ بسط وبسط مع علاقة خطية طردي. بسط وبسط شنو أيضا؟ زين. ثالثا إذا كانت العلاقة بين بسط ومقام
فإن التناسب عكسي. يعني شلون؟ مثلا A تساوي B على C. أريدكم تطلعوا لي التناسب بين A و C. بس باوري بسط ومقام شنو نوع التناسب؟ نوع التناسب شنو؟ زين شنو الطردي شنو العكسي؟ تعال. الطردي اكتبها بالعامية شي يصير مع شي يصير بالأول يصير بالثاني. يعني مثلا عندي هاي التفصيلة بعضها التناسب بين قيمة A و B شنو طردية؟ يعني إذا ازدادت قيمة A ازدادت قيمة B. لأن التناسب شنو؟ شي يصير بالأول يصير بالثاني. إذا قلت قيمة A قلت قيمة B لأن التناسب شنو بيناتهم؟ يصير. بينما التناسب العكسي. مع التناسب العكسي شنو؟ شي يصير بالأول عكسه بالثاني. يعني شلون؟ راح ارجع نفس التفصيله. عندي A عكسي ويا من؟ ويا B. إذا ازدادت قيمة A زين. إذا قلت قيمة A لأن التناسب شنو؟ عزيز. التناسب الطردي والعكسي أول شيء تعرفين علاقة خطية طردية. بسط وبسط طردي بس بسط ومقام عكسي. زين هو الطردي شنو؟ شي يصير بالأول يصير بالثاني نفسه بالضبط اخوانتم. بينما العكسي لا. الأول عكس الثاني. اثنين ضرايب. اي والله الطردي توم هذا اللي فيه ضرايب. شو يسوي؟ يسوي عكسه. هاي سالت هاي نزلت هاي نزلت هاي سالت. فالتناسب بينهما شنو؟ عكسي. تعالوا هسه انا وين نثبت هذا العكسي والطردي؟ على القانون مالتي. باعولي هاي السعه وهاي شنو؟ الشحنه. بسط وبسط شنو نوع التناسب؟ نوع التناسب طردي مثل ما قلنا. بسط وبسط شنو التناسب؟ زين السعه وفرق الجهد ليش ينبسطوا؟ بعد من هو الشحنه وفرق الجهد. ما يصير على هذا القانون ليه ماكو بيناتهم يساوي الشحنه وفرق الجهد. وين راح اروح على هذا؟ باعولي هاي الشحنه وهذا فرق الجهد. شنو نوع التناسب بيناتهم؟ لانه العلاقه شنو؟ عزيزتي تعالي عرفي تعالي. نوع التناسب بين السعه والشحنه شنو؟ بين السعه وفرق الجهد. بين الشحنه وفرق الجهد. ملاحظات مهمه جدا. ملاحظات مهمه. معي. اول ملاحظه شو تقول؟ سعه المتسعه اللي هي شو رمزها؟ سي. ايش بيها هاي ساعة المتسعة؟ ساعة المتسعة سي تتناسب طرديا مع الشحنة اللي هي شو رمزها؟ كيو. تمام؟ خليك اكتب لكم اللون هنا. زين. النقطة رقم 2 نرجع. ساعة المتسعة اللي هي رمزها شنو؟ سي. ايش بيها هاي؟ تتناسب شنو؟ عكسيا مع فرق الجهد. مع فرق اللي هو شنو؟ اللي هو الدلتا. نقطة رقم 3 ثبت عليها ويا مقابل الغرغرة الشحنة وفرق فاعلي
الشحنة هاي خلينا نسوي بالاحمر بالتالي. الشحنة اللي هي شنو رمزها؟ كيو. تتناسب طرديا ويانا مع فرق اللي هو شنو رمزه؟ الثلاث تفصيلة غصبا ما عليكم انه انتم لازم تحفظوها بالصورة الكاملة. ما الي طبعا هي قبل الحفظ زين. اولا نوع التناسب بين السعة والشحنة. نوع التناسب بين السعة وفرق الجهد. نوع التناسب بين الشحنة وفرق الجهد. الطرد شي يصير بالاول، العكس شي يصير بالاول. تعال ناخذ اسئلة خارجية. اسئلة منوعة. السؤال الاول، عينكم على السبورة، كل عين على السبورة. ماذا يحصل للسعة إذا قلت الشحنة؟ ما انتبه لي. أول شيء أحدد بين منو ومنو. تعال، ماذا يحصل للسعة بين السعة؟ أوكي. تعال أسألكم سؤال. السعة والشحنة شنو التناسب؟ السعة والشحنة شنو التناسب؟ ماذا يحصل للسعة إذا قلت الشحنة؟ شي يصير بالأول؟ يعني إذا الشحنة قلت السعة شنو؟ تقل السعة. ليش؟ لأن التناسب باي شي يصير بواحد يصير بالثاني. الشحنة قلت مو صح؟ إذا السعة شنو؟ طيب لأن التناسب بينهما شنو؟ تمام. ثاني، ماذا يحصل لفرق الجهد إذا ازدادت السعة؟ أول شيء أحدد بين منو ومنو. حدد ماذا يحصل لفرق الجهد بعد منو؟ السعة. تعال عزيزتي، السعة وفرق الجهد شنو نوع التناسب؟ السعة وفرق الجهد شنو نوع التناسب؟ يلا شي يصير بالأول عكس تعال، ماذا يحصل لفرق الجهد إذا ازدادت؟ السعة ازدادت، فرق الجهد شنو؟ عفوا، يقل فرق الجهد. يقل فرق الجهد. ليش؟ لأن التناسب تمام. زين. ثالثا، ماذا يحصل للشحنة عند ازدياد فرق الجهد؟ أول شيء أحدد بين منو الشحنة وفرق الجهد. تعالوا بنات، الشحنة وفرق الجهد شنو التناسب؟ شو يصير بالأول؟ يلا بابا، فرق الجهد الزائد، إذا الشحنة شنو؟ تزداد الشحنة لأن التناسب شنو؟ بابا هنا هاي التفصيلات الثلاثة لازم تحفظيها مثل اسمك. لازم تحفظوها مثل اسمكم. السعة والشحنة طردي. شي يصير بواحد لازم يصير بالثاني. بس باين هنا قلت الشحنة، إذا السعة شنو؟ السعة وفرق الجهد عكسي. فرق باقي الساعة ازدادت، فرق الجهد شو يصير؟ الشحنة وفرق الجهد شنو؟ طردي. الشحنة وفرق الجهد شنو؟ طردي. يعني شو يصير بواحد يصير بالثاني. فإذا انبوا عن وياكم ازدياد فرق الجهد، يعني شو راح تزداد ويا الشحن؟ تعالوا نرجع بنفس الوقت نشرح ونفهم ونحفظ ونراجع. عندي أجهزة كهربائية هواية. هاي الأجهزة مش كل بين ساعات. هل ساعات هاي الأجهزة متشابهة؟ ايش مدريكم؟ زين، هسه الوقف هنا بالكاميرا واللي قاعد هنا يقول لي شنو معنى ساعات المتسعة؟ هي النسبة بين الشحنة المختزل إلى فرق الجهد بين
كلش تمام. باي نسبة بين شحنة مختزنة إلى فرق جهد وتقاس بوحدة فرق. هسه أنا عرفنا تفصيلة مهمة اللي هي النسبة، إنه خط كسر شحنة إلى فرق جهد. من خلال هاي الثلاث رموز طلعنا قانونين، قانون للشحنة وقانون للمن فرق الجهد. تمام. عرفنا المصطلحات. هذني القوانين أو ذني الثلاث رموز يعني تناسبات، تناسب طردي وعكسي. قلنا الطردي شي يصير بالأول والعكس شي يصير بالأول عكس الثاني. يعني مثلا السعة والشحنة شنو التناسب؟ السعة وفرق الجهد والشحنة وفرق الجهد كلش تمام. زين تعالوا بعد أنا اليوم محاضرتي بهذا التعريف كله. لما جيت عرفت النسبة طلعت القوانين عرفت التناسبات تمام. بس أنا بدي أكمل أقرأ وتقاس بوحدة الفاراد. زين هذا الفاراد شنو؟ أول مرة بحياتي أسمع كلمة فاراد. لا سامحها قبل بالمحاضرات السابقة ولا سامحها بتفصيلاتنا السابقة. ضعوا. أول شيء خلي أجي أعرف الفاراد، بس قبل لا أعرف الفاراد تعي بايلي. احنا مو عندنا هذا القانون سي كيو على دلتا في، بس باولي الفاراد وحدة قياسه شنو؟ العفو ساعة المتسعة وحدة قياسه شنو؟ فاراد. والشحنة وحدة قياسه شنو؟ وفرق الجهد. يعني هسه اذا تباعين الفاراد هو اصله كولوم على فولت. الفاراد اصله كولوم على فولت. فهنا نريد نسأل السؤال، ما المقصود بالفاراد؟ هو سعة متسعة تخزن شحنة مقدارها كولوم واحد. باي فاراد هو سعة متسعة. فاراد سعة متسعة تخزن شحنة مقدارها كولوم واحد. هذا كولوم يعني ايش قد؟ واحد. هو سعة متسعة تخزن شحنة مقدارها كولوم وفرق جهد واحد على الطرفين، أو وفرق الجهد مقداره فولت واحد. أعيد. هسه الفاراد عرفتي هو كولوم واحد على فولت، يعني هذا الواحد فاراد هو واحد كولوم على واحد فولت. زين إذا أريد أعرفه هو سعة متسعة تخزن شحنة مقدارها كولوم وفرق الجهد على الطرفين فولت واحد. وفرق جهد على طرفيها فولت واحد. يعني فرق الجهد على الطرف ايش قد مقداره؟ فولت واحد. إذا ما المقصود بالفاراد؟ هو سعة متسعة تخزن شحنة مقدارها كولوم وفرق الجهد على الطرفين فولت. يعني هسه انا اقول لكم ايش قد خزنت؟ واحد كولوم وواحد فولت. خزنت شنو؟ واحد كولوم واحد فولت. اذا ما المقصود بالفاراد؟ ما المقصود بالفاراد؟ هو سعة متسعة تخزن شحنة مقدار كولوم واحد جهد وفرق الجهد قد مقداره فولت وفرق الجهد على طرفيه فولت. إذن هو سعة متسعة تخزن شحنة مقدارها كولوم وفرق الجهد على طرفيه فولت. هذا من القانون هذا الكولوم بيساوي العفو السعة شنو هي؟ فاراد. السعة هي مو شحنة على فرق الجهد، الشحنة مو كولوم وفرق الجهد شنو؟ فولت. فهنا من اجي اعرفه هذا الفاراد يعني واحد كولوم على واحد فولت، فاقول هي سعة متسعة تخزن شحنة مقدارها كولوم وعلى طرفيه فولت. نرجع الى التعريف مالتنا بالضبط. قلنا وتقاس بوحدة الفاراد. عرفنا الفاراد كملناه. زين هسه نريد نشتق علاقة الفاراد. الفاراد منين جاي اصلا؟ اشتق علاقة الفاراد
بالوحدات الأساسية. هذا الفاراد منين جاي؟ مين أصلا؟ مين عشيرته؟ ما انتبهوا. أول مرة راح تبدون باشتقاقات بالسادس، فشوي ركزي. الفاراد هسه اتفقت اني وياك هو جاي من كولوم على فولت. بس لا ترجعون للتعريف معي، هي النسبة بين الشأن المختزل لا فرق وجود. سوينا النسبة، طلعنا قوانين، طلعنا السوالف. هاي الثانية. لما قال تقاس بوحدة الفاراد عرفت الفاراد. هسه شريط اريد اشتق الفاراد منين جاي؟ منين جاي الفاراد؟ جاي من كولوم على فولت. طبعا الشغل كله راح يصير بالمقام. الكولوم هذا تدرون هذا الفولت منين جاي؟ جاي من جول على كولوم. شوف للأمانة هاي الوحدات المفروض انت طابت لي وتغردين وحدات. اكو فصل بالرابع علمي، الفصل الاول، مع احترامي لكل مدارسنا بس مو الكل ما يهتم لهذا الفصل. اسمه علامات رئيسية في مادة الفيزياء. هذا الفصل يدرس بالبداية، بذكر أنا بأحد محاضرات اليوتيوب مصورة، هذا الفصل يدرس بالبداية الوحدات الأساسية والمشتقة. يعني بحيث يعرف انه الطالب يقوم يعرف شنو الوحدات الاساسيه وشنو الوحدات المشتقه. فاحنا قبل نبدو مدرسه تبدي الفصل الثاني هم نعطينا الثقل لهذا الفصل، ومع العلم هو اهم فصل. فهسه لازم انتم تعرفين انه الفاراد اصله شنو؟ كولوم على فولت، تمام؟ هذا الفولت اصله جول على كولوم. ابو الرياضيات يقول مقام المقام يصعد شنو؟ بسط. يعني هذا يصعد فوق راح تصير كولوم تربيع على جول. هاي التفصيلة الأولى لازم الكل يكون قدها. أول شيء أنا من القانون عرفت إنه الفرد أصله كولوم. هسه من التعريف يخزن شحنة مقدارها كولوم واحد وعلى طرفي فولت واحد. إذا كولوم على فولت. هذا الفولت طبعا شغلنا راح يصير بالمقام مثل ما قلت لكم. هذا الفولت أصله جول على كولوم. الفولت جول على مقام المقام ويصعد بس صار كولوم تربيع على اليمين على جول. إذن الفاراد تساوي كولوم تربيع تنزل. تدرون الجول منين أصله؟ أصله نيوتن في متر. شوف أنا ايش قاعد اشتغل بس بالجو. الفولت أصله جول على كولوم، والجول أصله نيوتن في متر. لازم تحفظين دني. هسه رجحن الأصلهن. كولوم تربيع ينزل. اصل النيوتن ترين جاي كولوم في متر على ثانية تربيع، والمتر هاي تنزل. ترين هذا النيوتن هذا اصله كولوم في متر على ثانية. هسه انت لازم تحط كولوم في متر على ثانية تربيع. تدرين كيلوغرام العفو. تدرين انت لازم هسه تحفظين 3 شغلات. الفولت هو اصلا جول على كولوم، والجول اصلا نيوتن، والنيوتن اصلا كيلوغرام في متر على ثانية. هاي انت مطالبة بحفظها. زين. مقام المقام شنو يصعد؟ بس سكن تربيع 19 تصير كولوم تربيع في سكن على كيلوغرام تحفيظ. متر في متر ولا تحفيظ؟ خلاص. شوف شنو قالوا؟ كله هو اصله شنو؟ قسم بسط. اصله فاراد بايلي. اشتغل سيل ترى مو صعب، بس مطالبه انتبه. بايلي. اول شيء سنين تعريف عرفنا الفاراد كولوم على فولت. الشغل وين؟ انه الفولت اصله جول على كولوم. تمام؟ مقام المقام يصعد بس صار كولوم تربيع عليه من على جول، والجول اصلا نيوتن في متر، والنيوتن اصلا كيلوغرام في متر. احنا ذني شوف 3 شغلات لازم تحفظين. انه الفولت جول على كولوم، والجول نيوتن في متر، والنيوتن كيلوغرام في متر على ثانية. ما تسين تحلي بيدش بالورقة. انا اضمن لك انه
انعرف بالصورة الكاملة. زين، ارجع للتعريف. كل محاضرتي بالتعريف، غير التعريف هذا النسبة عرفت تفاصيلها وتقاس بوحدة الفرد. عرفت الفرد، اشتقيت الفرد. هسه اكو شغلة اسمها أجزاء الفرد. الفرد له أجزاء. شنو أجزاء الفرد؟ باي، أول شي عندي ملي فرد، وعندي مايكرو فرد، وعندي نانو، وعندي بيكو. باي، خذني بالمسائل يفيدون ان شاء الله بالتعويلات، بس اريد ايش تحفظين اياها. الملي فرد 10 سالب 3 فرد. المايكرو 10 سالب 6 فرد. النانو 10 سالب 9. والبيكو 10 سالب 12. اذا تبعين مضاعفات سالب 3. باي، لازم تعرفين. باي، هذني بالمسائل همين ارجع اذكر شبين، بس انا شبين هسه تحفظين. الملي ايش قد قيمته؟ 10 سالب، والنانو 10 سالب 9. شوفوا ما تعرفون التسلسل، او اذا نريد نحفظ التسلسل ملي مايكرو نانو بيكو. الملي 10 سالب 3، المايكرو 10 سالب 6، النانو والبيكو كلش تمام. تعالي نرجع. وتقاس بوحدة الفرد. عرفت الفرد، اشتقيت الفرد، عرفت الاجزاء مالت الفرد. قبل لا ابدا بالتفصيل الجديده ارجع اعيد لكم بدايه المحاضره على مود تظل ببالكم. جيت شفت مجموعه اجهزه كهربائيه وكل جهاز به متسعه. من اللي يحدد اختلاف المتسعات؟ ما المقصود بسعه المتسعه؟ هي النسبه. وتقاس بوحدة زين، تمام. وتقاس بوحدة الفرد. حلو. زين، اقول لكم هو النسبة يعني بقانون. ما اقول لك كلمة نسبة بقانون. شنو هو قانون السعة؟ سي. تقدرون تطلعوا لي قانون الشحنة؟ شنو هو قانون الشحنة؟ يقول قانون الفرق الجهد. كم مصطلح صار؟ أول مصطلح سي شنو معناه؟ وتقاس. كيو شنو معناه؟ دلتا في. كلش تمام. حلو. حلوين 3 تنبيهات التناسبات. مو تمام؟ يلا تسمعوا مناسي. التناسب بين السعة والشحنة. التناسب بين السعة وفرق الجهد. التناسب بين الشحنة والسعة. زين، الطردي شو يصير بالأول؟ العكس شو يصير بالأول؟ كلش تمام. عرفت لي انا وهو النسبة بين الصفيحتين. زين، ويقاس بوحدة الفرد. سعة المتسعة بأول تقاس. شنو معنى كلمة فرد؟ هي سعة متسعة تخزن شحنة مقدار وفرق الجهد على تمام. هي سعة متسعة تخزن شحنة مقدارها كولوم وفرق الجهد على طرفين. كلش تمام. اشتقيت الفرد ولا لا؟ عرفت اجزاء الملي 10 استاذ، مايكرو، النانو، البيكو،
حلو، عرفت سعة المتسعة وكل أجزائها وتفاصيلها. زين أستاذ ذني ما راح يفيدنا بالمسائل إن شاء الله، بس أنا قلت أحفظها لكم من صدق أساسا. زين أستاذ أبي أسألكم سؤال، ماذا تعد سعة المتسعة؟ أوقف. ماذا تعد سعة؟ يعني شنو نفس التعريف؟ لا، التعريف معناه وضح. هسه مثلا واحد يجي، شنو اسمك؟ فلانه بنت فلان فلان. شنو شغلك؟ شنو تعدين؟ تقولين انا طالبه السادسه اذا جابه له معدل وهكذا. فاحنا نفس الشغله. سعة المتسعة شنو اسمها؟ هذا تعريفه. ماذا تعد سعة المتسعة؟ يعني شنو شغله؟ بعض. احنا عندنا متسعة ذات صفيحتين متوازيتين، مو صح؟ هاي المتسعة. دي شحنات موجبة. مجال الكهرباء ينتقل من الموجب للسالب. من اللي خلى الشحنات بالمتسعة؟ البطارية. زين منو قال انه الصفيحة الأولى تستقبل 3 شحنات والصفيحة الثانية تستقبل 3؟ إذا ماذا تعد سعة المتسعة؟ تعد تعد مقياسا لمقدار الشحنة. تعد مقياس لمقدار الشحنة التي توضع على صفيحتين متسعة. باو، تقيس الشحنة اللي أخليها وين؟ على صفيحتين هي تقول لي سعة المتسعة، تقول لي بابا خلي لي 5 شحنات بس مثلا، خلي لي 10 شحنات مثلا. تمام؟ يلا باعوها بالملزم، باعوها خلوا راسكم بالملزمة. يلا سؤال، ماذا تعد سعة المتسعة؟ تعد كل لين انا كاف تعد مقياسا لمقدار شحنة صفيحتي كل. تعد هسه اسولف. تعد مقياسا لمقدار الشحنة اللازم وضعها على صفيحتي كل. يعني هي تقيس المتسعة وهي تقول لي القد بيها الشحنات. هاي من هي؟ سعة. تعد مقياسا لمقدار الشحنة صفيحتي كل. تعد مقياسا لمقدار الشحن لازم وضعها على صفيحتي كل. ماذا تعد سعة المتسعة؟ تعد بابا عندي هسه هاي متسعة وهاي متسعة، يا هاي تستقبل شحنات كذا وهاي تستقبل شحنات كذا. من اللي يحدد سعة؟ إذا ماذا تعد سعة المتسعة؟ تعد مقياس لمقدار الشحن. عيدي لي اياها. تعد مقياس لمقدار الشحن لتوليد فرق جهد. يعني هي الشحنات اللي تعطيني فرق جهد، مو صح؟ لتوليد فرق جهد. المتسعة ذات السعة الأكبر تستوعب شحنات. كل ما تكبر السعة كل ما تزيد عدد الشحنات. كبرت سعة المتسعة زاد عدد الشحن. صغرت سعة المتسعة. تمام؟ زين تعالوا شغلة بذكركم بيها. التناسب بين الشحنة وفرق الجهد شنو؟ التناسب بين الشحنة وفرق الجهد شنو؟ زين هسه بسأل سؤال، ايش السؤال جبالي وانذكر باحد الامتحانات الوزارية سابقا. ايش قال؟ قال على ما يعتمد فرق الجهد في المتسعة المشحونة. يعتمد على من؟ على الشحنة، لأن التناسب شو يصير بالشحنة؟ يصير فرق الجهد. التناسب شنو؟ فهذا السؤال خلوا بالكم، انا تذكرت اني جاب الامتحان الوزاري مره من المرات. يقول على ما موجود موجود جمله لازم يكون بس ماكو شيء عارفه. هذا فرق الجهد على من يعتمد؟ على الشحن. ليش؟ التناسب بيناتهم شنو؟ تعال بعد قبل شويه. هذا الشحن وفرق الجهد شنو التناسب بيناتهم؟ طردي. اذا شو يصير بفرق الجهد؟ والعكس صحيح. اعيد. ماذا أو على ما يعتمد فرق الجهد في المتسعة المشحون؟ على من يعتمد؟ بدي أسمعكم. على من يعتمد فرق الجهد؟ على مقدار، لأن التناسب بينهما
تدري على من يعتمد فرق الجهد؟ لأن التناسب بينهما كلش تمام. انتهت هاي الحلقة. رأيي بيها انه حفظ مو فهم. تحفيظ حفظ مو فهم.